بسألك، عايز اعرف انت رأيك ايه قصة الاعتصامات اللي انت شايفه؟ مش موافق على ايه؟ طب انت تعرف الاعتصامات دي الناس عايزة منك فكرت تنزل للناس تسألها انتوا قاعدين ليه؟ عايزين ايه؟ في مطالب مشروع وانا اوافق بالمطالب بتاعتهم. ايه المطالب بقى اللي انت عرفتها منهم؟ دول مثلا زي حق الشهداء. وانا في اعتقادي يعني ان حق الشهداء ده لو هم بيعتقدوا يعني ان هو شهيد يبقى قدر ربنا ما كفايه، يعني مش محتاج مننا حاجه نديها له. يعني هو عشان ياخد من ربنا، مش ربنا قال في قصاص؟ ايه؟ ولكن في قصاص هم قالوا عايزين فلوس، ده بيقول لك اللي قتل يقتل. ولكن في القصاص حياته من يقول الانسان. دلوقتي انا واحد ماسك مولوتوف وراح يولع مثلا في اسم او يولع في عربيه وانا دافعت عنه، دافع مثلا عن الاسم او البتاع ده، انا لا اقول مثلا هو ماشي بدايه التحرير اللي ماسك يافطه وماشي بيها سلميا وماشي عادي وقتل، من حق اللي قتل ده يقتل. انما واحد قاعد في الاسم يلاقي مثلا 50 60 واحد داخلين عليه وماسكين سلم ومطاوي ورشاشات، ده موضوع من حقه ان هو يدافع عن نفسه. انا ايه اقول عليا؟ واللي اتقتلوا في الميادين انا من حقهم اللي هم اللي قتلوهم يتعدموا واولهم حزب العدل في اي حته، واولهم حزب العدل عشان هو اللي امر بكده. فانا موافق ان حزب العدل هو يتعدم، هو عليه تعميد قضيه، كل قضيه فيها اعدام، مش عارف هم مش عارفين يعملوا ليه. الجمله الثانيه عايزين مثلا حته المعيشه تقريبا، الاقتصاد، الامن، في حاجات كتير في التعليق. انا اوافق من المطالب بتاعتهم، بس المشكله اللي انا اطلب ايه رايك ان هم عايزين ما اعطلش مصالح الناس عشان خاطر انا هقول لك على حاجه. هم عايزين دلوقتي يغيروا المجلس العسكري بمجلس رئاسي مدني. هل انت تعرف يعني ايه مجلس رئاسي مدني؟ مجلس رئاسي مدني يعني مثلا تبقى السلطه كلها في ايد الوزارات والحكومه، والجيش مثلا مستقل بنفسه او هم اللي يتحكموا في الجيش مثلا. شفت حضرتك بقى انك انت مش عارف حتى يعني ايه مجلس رئاسي مدني؟ مجلس رئاسي مدني لا احنا بنقول ايه؟ لازم نبقى عندنا، لا مش تعليم مني انا، حاشا لله ان انا اعلمك، انا بقول لازم يا جماعه